الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما دعوى أن لبس السواد بدعة فقول منكر وقول زائف باطل، فإن لبس السواد هو الوارد عن أكثر الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب قمن وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. فهذا عن القول بأنه بدعة فهو قول منكر وباطل، وقائله هو الأقرب إلى الابتداع. أما السؤال الذي يمكن أن يطرح بصياغة أخرى، هل يجوز لبس غير الأسود للنساء؟ فأقول نعم يجوز لبس غير الأسود للنساء، لكن الأفضل السواد لأنه هذه المهاجرات الأول رحمهن الله عز وجل. أما عن عائشة فقد طافت بثوب مورد أحيانا، هذا يدل على الجواز أحيانا ما لم يكن ثوبا يحمل فتنة. ليس المعنى أنه فيه ورد، إنما المراد أنه بثوب غير الأسود. ليس معنى ذلك أنه ثوب وردي أو معصفر فات كما قد يفهم من الحديث، كلا وحاشا، فهذا يجلب فسادا والله لا يحب الفساد، وحاشا نساء النبي أن يفتن المسلمين. بارك الله فيك. إنما طافت بلون في النص ثوب مورد، وفي الشروح ليس المعنى أن فيه ورد كما قد يفهم. الحاصل أنه يجوز لبس غير الأسود إذا لم تكن فيه فتنة، والله أعلم.